أهلا بيكم تاني في مطبخ ميمو. دايما منورني. النهاردة معانا كيكة الكاستيلا، وهي الكيكة الرهيبة بكل مكوناتها وتفاصيلها. بس قبل ما نبدأ، دعمكم لينا واشتراككم في القناة عشان يوصل لكم مننا كل جديد، ونشكر الله ونصلي على النبي. يلا بينا. طيب حبايبي، مكونات الكيكة دي ايه؟ مكوناتها هما 7 بيضات اهم، شوية زيت صغيرين، باكو بيكنج باودر وباكو فانيليا، نص كوباية سكر. أنا عامة في الحلويات ما بحبش السكر كتير، عايزين تكتروا فحسب الرغبة براحتكم، ودايما بستخدم السكر البني مش السكر الأبيض. كوباية دقيق وكوباية لبن. طيب هنعمل إيه في بداية الموضوع كله؟ أهم حاجة في الكيكة ديت ال7 بيضات دول، هنكسرهم ونفصل البياض عن الصفار، وده أهم حاجة في الكيكة ديت عشان تطلع معانا هشة وجميلة. يعني هنجيب طبق غويط للبياض، وكمان طبق للصفار. هنفتح البيضة كده وبالراحة خالص اهو، هنفصل البياض عن الصفار كده اهو. تمام مرة. يبقى احنا نزلنا البياض هنا، وهننزل الصفار في الناحية التانية. واهو بعد ما فصلنا الصفار عن البيض، هنيجي بقى بالمضرب بتاعنا ونضرب بياض البيض. طيب بعد ما ضربنا بياض البيض كده زي ما انتم شايفين، بنقوم نازلين بكيسين الفانيليا والبيكنج باودر مع بعض اهو. نزلنا بيهم هما الاتنين، وهنقوم نازلين برضو بالسكر معاهم، وهنرجع نضربه تاني. وده كان البياض مع البيكنج باودر والفانيليا بعد ما اتضربوا معاهم بالمكسر. طيب هنقوم حاطينه على جنب دلوقتي، وجايين بقى لصفار البيض. هننعمه برضو بالمضرب شويه. بعد ما نعمنا صفار البيض كده، هنقوم نازلين معاه بشويه الزيت اهو، وكوبايه اللبن، وهنضرب بالخلاط واحنا بننزل بالدقيق واحده واحده بالطريقه دي كده. يعني هنشغل الخلاط نضرب، وبننزل بالدقيق سنه 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 سنه. طيب يبقى احنا كده برضو دمجنا الدقيق مع صفار البيض، والبياض برضو جهزناه. هنعمل ايه بقى؟ هنيجي واحده واحده، هنمسك بايد المضرب، وبالايد التانيه المضرب هنشغله حاجات بسيطه قوي، وبالايد التانيه وهننزل واحده واحده بالبياض على الصفار، واحده واحده كده اه. ونضربه برضو بنفس الطريقه، الكميه كلها هننزل بيها، وكده تعتبر العجينه بتاعت الكيكه خلصت معانا. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب قالب زي دوت، اي صينيه عندنا في البيت، وهنحط في بطنها من جوه ورقه زبده واطرافها كده، عشان لما الكيكه تخلص ونيجي نطلعها او نقلبها ما يحصلش معانا اي مشاكل. ونقوم صبينها كده بسم الله في قلب القالب اهو. ننزلها كلها كده، وهندخلها الفرن على درجه حراره 150 فوق وتحت، وبعد حوالي من 20 ل 25 دقيقة هنبص عليها ونراقبها كده نشوفها ايه نظامها، وهنرجع لكم تاني. طيب حبايبي، وكيكة الكاستيلا اللي احنا عملناها قعدت معانا في الفرن بالظبط 20 دقيقة اهي، لسه سخنة مولعة.
وكل ما بتقعد كمان كل ما بتطرى، كل ما بتبرد كل ما بتطرى اهي. بسم الله. رهيبة. طيب في سر بقى او مفاجأة مفاجأة كنت عايز اقول لك عليها بس انا سايبها لاخر الفيديو. عايزة تعملي تورتاية حلوة في البيت للاولاد، مش بقول لك حكاية، تورتاية بنفس المواصفات اللي انا قلت لك عليها، اللي هي كيكة الكاستيلا دي. بصي مطاطة اهي اهي اهي، وكل ما بتقعد كل ما بتبقى كمان اطرى من السفنجة ذات نفسها. لو هتمشي على نفس الطريقة اللي انا قلت لك عليها هتعملي احلى كيكاية، وممكن كمان احلى تورتايه للاولاد في البيت. بس اهم في الموضوع في الكيكايه ديت انك تفصلي الصفار عن البيض، وكوبايه دقيق على كوبايه لبن على كيس فانيليا على كيس بيكنج باودر، هتعملي نفس الموضوع ده. بس اهم حاجه تفصلي البياض عن الصفار، وكل ما كترت البيض كل ما بقى حجمها اكبر حسب الكميه اللي انت هتعمليها. لو كان الفيديو عجبك فما تبخلوش علينا بشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد، واتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. سلام عليكم.